اوكي، ايرلينج هالاند رسميا لاعب في مانشستر يونايتد. السلام عليكم، ازيكم اصحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد وفيديو جديد من قناه فيلوم بليز وسلسله جديده، سلسله ماستر ليج في لعبه بيس. ان شاء الله يا شباب، دي سلسله معانا جديده في القناه، جابت بقى دعم، جابت مشاهدات، ما جابتش انا كده كده هكمل وهعمل السلسله دي ومستمتع بيها. يعني ان شاء الله جابت مشاهدات وجابت دعم اوكي، ما جابتش برضه اوكي، انا كده كده مستمتع وهكمل فيها. فان شاء الله دي سلسله ماستر ليج. هنبدا بفرقه مانشستر يونايتد. الفريق ليه تاريخ كبير جدا جدا ومحتاجين نرجعه تاني لتاريخه اللي كان فيه ونرجعه تاني للقمه. هنبدا فرقه مانشستر يونايتد وهنظبط الشكل والاعدادات والحاجات دي وارجع لكم تاني يا شباب. ورجعت لكم تاني يا شباب بعد ما ظبطت الاعدادات. انا اخترت مدرب اقرع، فالقرع هما اللي بينجحوا في الغالب، فاخترت المدرب اقرع، هو شبه تين هاك شويه كده بس عادي. يلا بينا. واهلا باحمد مدرب مانشستر يونايتد. طبعا هدفنا السيزون الاولاني يعني مش هنقول الفوز بالدوري، بس خلينا نقول سنحقق اللقب ان شاء الله ان شاء الله. اي اسلوب كرة قدم تقديم اسلوب رائع ان شاء الله. تقديم اسلوب رائع. اللي بعد ورجعت لكم تاني يا شباب، وان شاء الله دي خطتنا اللي هنبدا بيها الموسم ان شاء الله لحد ما نجيب لعيبه ونظبط الدنيا كده ان شاء الله. انا بحب العب 4-2-1-3. ان شاء الله هنلعب بالخطه دي باللعيبه اللي قدامنا دي لحد ما نظبط الدنيا. خلينا دلوقتي نروح على التدريب كده. مش هندرب اللعيبه اللي احتمال نمشي، هندرب اللعيبه بس اللي بنسبه كبيره مكمله معانا، يعني زي برونو آه، في الوسط والهجوم. واظبط شويه حاجات كده يا شباب وارجع لكم تاني. طيب يا شباب، وصلنا لأول مباراة معانا في البطولة التحضيرية. هنقابل بنفيكا في بطولة تحضيرية قبل بداية السيزون. ويلا بينا يا شباب على أول مباراة. مرحبا بكم ويلا بينا يا معنا اليوم. شباب تبدأ في أول تغطيتنا مباراة لبطولة لينا كأس مع الأندية العالمي. مانشستر البطولة يونايتد قدام الودية العالمية بنفيكا فيها أبرز الأندية في بطولة وأكبر تحضيرية قبل الأسماء في بداية عالم كرة الموسم. القدم. بطولة بالتأكيد ومش يشاهدها هفكرك طبعا الكثير باللايك حول وبالاشتراك، العالم، وإن ودائما شاء ما الله نرى نكمل السلسلة المدرجات ممتلئة وتعجبكم لأنها ونلعب مع بعض إن تعتبر شاء الله. فرصة عند الجماهير. كرة بينية، وادي هجمة لينا من ناحية اليمين، بيومو كسر تسديدة من وودي أول لمسة. تصدي لها الحارس. فرنانديز يحاول يسدد الكرة. والتصويبة لعبة جميلة هدف لكنها أول لم يضيع يا شباب. تستغل. الأول انتهى الشوط الأول بتعادل 0-0. ويلا بينا على الشوط الثاني يا شباب. ضغط كرة قوي مقطوعة في مكان خطير، والتسديد. تصويبة. الكرة بعيدة جدا وخارج المرمى. كان في معلش مكان خطير جدا هتيجي. أمام المرمى. الكل ينتظر الهدف تستحق هدف على من هذه المسافة، على الأقل لكنه يا شباب. لحد دلوقتي ضيعنا ضيعها كتير أوي. بطريقة غريبة جدا. محتاجين مهاجم برضه، لازم نشتري مهاجم. فاول علينا في مكان خطير يا شباب، وهو أول فرصة تقريبا ليهم أصلا، ومسكها الحارس الحمد لله. برونو فرنانديز
يمر ويلعب كرة خطيرة يلعبها والهدف ببراعة. الأول. تلعب الكرة جميلة، تمريرة سحرية من برونو وفينش يعني أي كلام، بس جت الحمد لله. هدف أول يا شباب، ويتقدمون أخيرا في الشوط محتاجين كتير الثاني من والله، محتاجين المباراة. كتير. تمريرة من هذه هي برونو النتيجة لمثل هذه الكرات. والفينش من مبيومو والهدف الأول. أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. يلعب كرة بينية، يسعون لاستغلال المساحة الخالية. أوه، الحكم يطلق صافرته لكن تدخل احتساب خطأ. خطير بطاقة صفراء والله، كان يعرف يستحق أن طرد يستحقها فيها دي. بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. حالة من القلق عند اللاعبين لأنه ببساطة زميلهم لا زال ساقط على أرضية يلعب عرضية داخل ال 18. عرضية. محتاجين مهاجم يا شباب بأسرع وقت. سيتم التبديل. كرة عرضية على اوه، الطاير. كان هيكون أعتقد إنه هدف اللاعب كان اسطوري. متقدم. نعم، كان تسلل اوفسايد اصلا. موجود. انتهت المباراة يا شباب بفوزنا 1-0 ويلا بينا على اللي بعد. عبروا هذا والتاني مباراة يا شباب ويلا بينا. الكبيرة كما يشاهد الجميع أجواء كبيرة هنا ومعتاد. فاتت ومرت وصلت إليه والتسديد هجمة خطيرة علينا جدا، بعيدة تماما عن المرمى. برونو فرنانديز. اوه هي التسديدة، تصويبة، الكرة الخطيرة لكن تسلل. صافرة من حكم المباراة. هذه تسلل. الكرة غير شرعية بداعي التسلل. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، يتحرك لوحده، يهاجم. تدخل رائع قبل الوصول إلى المرمى. كرة مقطوعة من الدفاع يندفع بقوة، وانفراد تسديدة في اتجاه وتصويبة المرمى. والهدف الأول. يا إلهي، الهدف الأول لنا يا هدف شباب. لمانشستر يونايتد. شوف قطعتها منه وعدل على شماله ودي. وانتهى الشوط الأول يا شباب، متقدمين 1-0 ويلا بينا على الشوط شكر الثاني. خاص المهاجمين بعد. كازيميرو، برونو فرنانديز تصويبة يسدد الكرة. ايد الحارس. تمريرة جميلة، كرة لا تصدق. كرة خطيرة لإي ميلان لكن تدخل دفاعي قوات قاتل. كازيميرو، كونكو يعدي إلى منطقة كرة الجزاء. خطيرة جدا لإي يمر ميلان ويلعب. وانفراد لعبة جميلة، وتصدي الحارس. تسديدة أجمل. الله ينور عليك يا حارس، تصدي حارس ولا أروع. ديوغو دالوت يحاول أن يلعب كرة بينية. وهجمة لنا من ناحية الكرة تصل اليمين إليه. والعرضية يلعب كرة داخل من الصندوق. قابله. تلعب الكرة إلى الأمام، ضغط قوي وينجح في استعادتها. تحرك سريع إلى الأمام، كرة من جهة اليمين، يحاول فك شفرة دفاع فريق الخصم. برونو لكن طالت. وانتهت المباراة يا شباب بفوزنا 1-0 يمكن اعتبار هذا نصر ويلا بينا على اللي الذين بعده. حافظوا على كده يا شباب احنا برضه لسه متصدرين ب6 نقط، ومركز تاني انتر ميلان ب4 واي سي ميلان نقطة وبنفيكا 0. وايه رايكم يا شباب لو نقدم عرض لريس جيمس من تشيلسي؟ خلينا كده نشوف بدء مفاوضات الانتقال. رسوم الانتقال هتكون مثلا احنا عندنا ميزانية 123 مليون خلينا نشوف الدنيا كده. وميزانية الانتقال دي ميزانية الرواتب 123 مليون. ميزانية الانتقال عالية جدا، 3 ده رقم غير ده، 3 مليار و200 مليون
192,600. اوكي يا شباب، خلينا نقدم مثلا لريس جيمس. والله قدم له 42,900. وراتب سنوي 6 مليون، والعقد 4 سنين، ورسوم الاستغناء شرط جزاء قدم له اقوى شيء. ومكافآت هنقدم له مكافآت 10، مكافآت الفوز هنظبطه من الاخر. مكافآت برضو قال المكافآت دي شوية. وخلينا نشوف كده. اللاعب متاح للتفاوض. الدخول نعم، انتظار رد رسمي ان شاء الله. يبقى معانا ريد جيمس. ايرلينج هالاند. بدء المفاوضات. ايرلينج هالاند قدم له 200 مليون، قدم له راتب سنوي اعلى شيء، كل شيء اعلى شيء. انا عايز هالاند. 5 سنين، مكافآت، وتقديم العرض في انتظار رد رسمي. وايه رأيكم يا شباب نقدم عرض لرودريجو من ريال مدريد؟ هو عنده تقريبا شرط جزاء 9. خلينا نقدم على طول. وراتب سنوي اعلى شيء، و5 سنين، مكافآت، وكل شيء تمام. في انتظار رد رسمي ان شاء الله من رودريجو. كيليان امبابي، والله احنا شفنا ايرلينج هالاند، هنشوف الدنيا لو ما ظبطش هنيجي لحضرتك ان شاء الله. خلينا برضه نقدم لريال مدريد عرض ل فالفيردي. اوكي، هلا برضه يا شباب نقدم عرض لريان ايت نوري من مانشستر سيتي. وكل شيء خليه ماكس. اوكي، ويلا بينا في انتظار رد رسمي من ايت نوري. خلينا كده نروح على المباراة اللي بعدها كده لحد ما الدنيا نشوف هيحصل فيها ايه. ده المباراة التالية، وهنقابل انتر ميلان. خلينا نشوف الخطة. فين؟ خلينا اللاعب اوجستي خليه EMF. وتقريبا عشان معاهم انذار لا اصابة بيومو وماينو كده. عندنا تلاقي اللعيبة مصابة، ده يومين وده 4 ايام. اوكي سهلة ان شاء الله. خلينا اللاعب ماونت هنا كده، نشوف كده نجرب. ويلا بينا يا شباب. الثالث والاخير من بطولة كأس الأندية العالمي. يلا بينا يا شباب على اخر ماتش في البطولة. شارك فيها اكبر الأندية العالمية. بطولة انتر ميلان. ويلا بينا. لكن تجلب اهتمام. والتصويب والهدف الاول. الهدف الاول لمانشستر يونايتد. برونو عالمي. برونو اسطوري يا شباب. وينتهي الشوط الاول يا شباب متقدمين 1-0. يلا بينا على الشوط الثاني. كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. لمسة بينية خطيرة. تعادل. الكرة في المرمى. يا سلام. تعادل معنا لوتارو. الواد ده رخم يا جدعان. فعلوها واحرزوا هدف التعادل. جيب فينا جوان في اللعبة وجاب فينا جوان في. لم يكن لها الا الشباك. يلا يا عم يلا مفكرناش. عن المهاجم يلعب كرة على اليسار. العرضية مارتينيز. اوه تاني كان عايز يعملها تاني لوتارو، بس تصدي رائع من الحارس.
يهاجمون، هل ينجح في أن يسجلوا قبل لحظات من النهاية؟ ويلعب عرضية راسية من برونو لكن في الحارس. وتنتهي الحكم المباراة يا يوقف شباب الصافرة 1-1 ليعلن نهاية وتنتهي المباراة. البطولة الآن واحنا لدينا أبطال متصدرين كأس الأندية مجموعتنا. العالمي ومع مشاهد ويلا بينا أخيرة نتابع اللي رائعة بعد. واحتفال. وانتهت يا شباب المجموعة واحنا متصدرين ب7 نقط، وبعدين انتر ميلان ب5 واي سي ميلان ب4 وبنفيكا ولا نقطة. وجالنا شباب رد ريس جيمس، فشلت المفاوضات، وهالاند في انتظار الرد، وفشلت مفاوضات رايان إتنوري، وفشلت مفاوضات فالفيردي، وفي انتظار رد رودريجو. طيب خلينا نشوف كده ريس جيمس. فشلت مفاوضات خلاص يا شباب، ما ينفعش تتفاوض معاه تاني. اوكي طيب إتنوري برضه نفس النظام. خلينا نروح نشوف لعيبه بديله ليهم. اوه خلاص ايرلينج هالاند، قبول الشروط والدفع اوكي. ومرحب بايرلينج هالاند في مانشستر يونايتد. لسه فشل التفاوض مع رودريجو. اوكي رونالدو في الباك ليفت. مكافآت وامورنا كلها تمام، و انتظار رد رسمي من جرمالدو. يا شباب نشوف محمد صلاح، رسوم انتقال اعلى شيء ابو مكة طبعا، راتب اعلى شيء اعلى شيء، رسوم الاستغناء زي ما احنا شاريين، مكافآت اعلى شيء، انتظار رد رسمي من ابو مكة. وخلينا يا شباب نقدم عروض رسمية لفيتينيا ولا جواو نيفيز، انه الاصغر جواو نيفيز، بس فيتينيا اعلى. خلينا نقدم لفيتينيا. وقدمنا عرض لفيتينيا ونشوف. اوكي ايرلينج هالاند رسميا لاعب في مانشستر يونايتد. مرحب بالجليادور والبومبر والفتاك ايرلينج هالاند في مانشستر يونايتد. الفيس كان فصلت، خلينا نكمل شوية اللي فاضلين دول من غيرها. خلاص اصلا قربنا نقفل، ف خلينا نكمل شوية اللي فاضلين دول من غير الفيس كاب. ايرلينج هالاند طبعا نار الدادي. خلينا نشوف رد العروض. صلاح فشلت المفاوضات، لقد انهارت المفاوضات، مدة العقد المطروحة كانت سبب الفشل. اوكي خلينا صلاح فيتينيا افترض ان تصير اعادة بحيث ان نعم تم الانتهاء من الشروط، قبول الشروط، ومرحبا بفيتينيا في مانشستر يونايتد. جرمالدو عاد ممثل اللاعب انهم يطلبون زيادة للراتب السنوي. اوكي قبول الشروط. اوكي مرحب بجرمالدو في مانشستر يونايتد. وخلينا يا شباب نقدم عرض لتمبر من ارسنال، وكل شيء اعلى شيء لحد ما نشوف كده. قال 4 سنين عشان يوافق، ومكافآت وراتب وكل شيء تمام. تقديم عرض لتمبر. وخلينا برضو من ارسنال نقدم عرض ل وينو ديكلان رايس، ونقدم عرض لديكلان رايس من ارسنال. كل شيء اعلى شيء، راتب، خد 4 مواسم.
ومكافآت وكله تمام اوكي. وخلينا يا شباب نقدم الوقت ونشوف اليوم اللي بعده جالنا رد من مين ولا ايه. وده تقديم فيتينيا. طيب يا شباب، ده اصبحت تشكيلتنا بعد نهاية اول حلقة. اكتبوا لي ترشيحاتكم في الكومنتات للعيبة اللي نجيبها واللعيبة اللي نبيعها ونعمل ايه كده ونظبط الدنيا. وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ومستنيكم في الفيديو الجاي، وسلام.